إعداد وتقديم هشام فرغلي ورشا طاحون. مرحبا يا فيلسوف. مرحبا بك بنيتي، أهلا بك يا نور، كيف حالكما؟ مرحبا يا فيلسوف. أراكما مجهدان. نعم يا فيلسوف، نعم، لقد عانيت اليوم من البحث عن من أعطيهم الزكاة مثل كل عام فلم أجدهم. وما سبب تأخرك في دفع الزكاة إلى هذا الوقت بنيتي؟ لأنني كنت أبحث عن ملابس العيد لأولادي، وذلك على مدار أيام عديدة، ومرت بالأيام سريعا. يا نور، هل أحضرت لك والدتك ملابس العيد الجديدة؟ نعم يا فيلسوف، لقد اشترت لي والدتي ملابس العيد من منتصف شهر رمضان. وهل دفعت زكاة الفطر يا نور؟ نعم يا فيلسوف، لقد دفعتها أمي في منتصف الشهر أيضا. بوركت يا نور، وبوركت والدتك. ما رأيك يا بنيتي؟ لقد قامت والدة نور بسداد الزكاة مبكرا، وليس كما فعلت أنت. معك حق يا فيلسوف، فلا بد أن أدفع الزكاة مبكرا كي لا يمر بي الوقت مثلما حدث هذا العام. بنيتي، كما كنت حريصة على شراء ملابس العيد لأولادك، فهناك الفقير الذي ينتظر الزكاة كي يشتري هو الآخر ملابس لأولاده ويدخل السعادة عليهم. صدقت يا فيلسوف، وأعدك أنها لن تتكرر مرة أخرى. بوركت بنيتي. فيلسوف. نعم بنيتي. أخبرني أيضا عن بنيتي، حواركما جميل، ولكن حان الآن موعد الصلاة. وفي كل حوار كالعادة، إني متعجل، إني ذاهب إلى الصلاة، وإني ذاهب إلى وإلى وإلى. إذن أمري إلى الله. إذن إلى اللقاء في حوارات جديدة يا فيلسوف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. إلى اللقاء يا فيلسوف.